السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حبايبي النهارده معاينة مختلفة شوية، يعني احنا هنشوفه طبعا. كنت أنا عامل مقدمة هتشوفوها بعد ديت. المهم يعني احنا رحنا جبنا عربية زيرو، رحنا المعرض. هو شركة خاصة، المفروض يعني ناس المفروض عندهم مرونة في المعاملة. الراجل اللي أنا رحت اتفرجت معاه على العربية هو حد من الفيوم، راجل محترم يعني، متابع معانا على القناة. رحنا اتفرجنا، المفروض راح اتفرج على العربية عنده معرض في صلاح سالم. فمفيش مرونه، بيقول له اصل انت التحويل مش هينفع واحد يحول وانت تعمل الورق. ماشي، انت ده اجراءات قانونيه او اجراءات ورقيه بتتعمل سهله، اللي اصل ده جاي بيشتري سلع، فانا هدفع الفلوس وهو هيعمل عربيه باسمه. فلو ليها يعني مشكله قانونيه عندكم انتوا هتقدروا يعمل اقرار، يعمل بتاع، لازم يبقى في مرونه، ده بيشتري عربيه. المهم كان بياخد العربيه منهم، ف وقفوا الحال شويه، وكان الراجل قاعد من 12 الظهر لحد بالليل، وبعد كده اختلفوا. جيت انا والله اتصلت قلت له بص انت دلوقتي واقف على ايه؟ قال انا شفت العربيه بناخدها ب1,790,000. تمام. اتصلت قلت له طب رحت جبنا رقم سمير ريان خدمه العملاء. كنت انا رحت جبت فيات تيبو لو هتشوفوا، جبت كذا حاجه زيرو من عنده. انا ماليش حاجه، ما اعرفش حد عندهم، بس انا بشوف هناك ان الناس دي بتبقى في تيسير في المعامله شويه، ما بيبقوش ماسكين. ففعلا اتصلت لقينا حد خدمه العملاء دي، حد كلمته راجل سيلز هناك محترم، قابلناه اسمه حسن. اتصلت بيه ب1,800,000. لا يا عم انا باخدها. طب الاخر، طب السعر احنا بناخدها من معرض تاني ب1,790,000. قال لي طب خلاص احنا هنحسبها لك ب90. فربنا يسر الحال وخدنا العربيه ب1,785,000. تمام. وفي كمان جبنا كمان ايه عرض ايه، قال لي كمان العقد المسجل علينا. فبفضل الله بفضل الله سبحانه وتعالى علينا، اللهم لك الحمد. اضفت لهم في السعر، اضفت لهم اللي هو خد اللون، واضفت لهم ان هو استلم في نفس اليوم، واضفت لهم ان هو دخل الفلوس برضو التحويل. الموضوع كان متيسر وكان سهل. واللي لفت نظري الحاج سمير ريان ده حاجه غريبه جدا. يعني الراجل بسلم عليه راح اتخضيت، يعني اللي انت بتعمله ده متواضع لدرجه غريبه غريبه غريبه. يعني يمكن انا في الفيديو في الاخر كده لو واحد عنده، يعني معلش مع احترامي لاي حد، مش بستقل بحد، انا بتكلم في بوصف يعني طبيعه شخص بقى عنده عربيتين ثلاثه كده، وبتتكلم معاه بيكلمك بقيامه وفخامه الفخامه يعني. وهو ايه يعني على الله ان شاء الله. كلنا يعني كله ملك ربنا سبحانه وتعالى، بس احنا بنتكلم في افعال الناس فلا. والراجل التاني اللي كان معاه دخل راح ماسك ايده. انا التالت واحد معايا برضو كان صاحب الراجل اللي رايحين، هو ظاهر دي طبيعته، بس ايه ده انت ايه يا عم؟ لا اسطوره. ربنا يا رب يوسع عليه وعلينا وعلى الناس كلها ويصلح حالنا وحالكم. دايما بننقل الجديد، ودايما بننقل الصوره كما ينبغي بالظبط زي ما بنشوفها بننقلها. الحلو بنقول حلو، والوحش بنقول وحش، بغض النظر عن اي حاجه انا لا اعرفه ولا يعرفني، ولا انا هضيف له اصلا، ولا هعمل معاه اي حاجه. وهو طبعا عملاق، بس انا بتكلم لاخواتي، يعني احنا بندردش وبنتكلم. وحبيت ان انا انوه عشان تبقوا عارفين انتوا بتشوفوا ايه وبتتفرجوا على ايه. تمام. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي دوس لايك عشان ان شاء الله تشوف فيديو هيعجبك. وبفضل الله سبحانه وتعالى الواحد لما بيكون مع حد ما بيبقاش بحاول دايما ان انا اجيب اكبر افاده ممكنه للشخص اللي معايا. احنا اللفه بقى كده مش هتجيبنا عند البوابه، صح ولا هي البوابه دي؟ تمام. بس فاللهم لك الحمد خلصنا العربيه. واتفرجوا على الفيديو يا رب يعجبكم. خليكم متابعين وركزوا كده في التفاصيل. حبيت ان انا اديكم المقدمه ديت عشان تبقوا فاهمين، ودايما بقولها. وادعوا لنا بالتسهيل، وان شاء الله باذن الله ربنا ييسر الحال. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي تاني اهو باكد لايك والتعليق الجميل، كومنت الرايق بتاعك عشان القناه تكبر بيكوا وليكوا، وان شاء الله باذن الله تشوفوا احسن واحسن واكتر واكتر واكبر واكبر بامرك يا رب في المواضيع. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. بصوا احنا جينا المعرض دوت ودخلنا، المفروض انا داخل ابحث عن العربيه ماليش دعوه بحاجه. فلقينا الكلام، تعال لقينا الكلام هم بيدوا له العربيه ب1,790,000. تمام. السعر ماشي، هو جايب سعر اقل 10 1,800,000، بس هي ايه جاب ب1,000,000. المهم بس هم مش عايزين ياخدوا تحويل، بيقولوا له التحويل لازم يبقى باسم اللي بيشتري على طول. طب ليه انت بتدفع ثمن دي سلعه انا بدفع ثمنها او بخلي حد يدفع ثمنها؟ انت بتعمل لي الورق، اخدت ثمنها مقابل ايه؟
السعر بتاعها خلاص، يعني ده سعرها مقابل العربيه، اخدت الفلوس مقابل العربيه. المهم هم في حاجات كده اجراءات تعسفيه مش حلوه، ده معرض شركه خاصه يعني. فبصراحه اقترحت عليهم سمير ريان وكلمنا ناس هناك، فلقينا العربيه موجوده واللون اللي هو عايزه والفئه، وبفضل الله بفضل الله جبنا اقل كمان 5 يعني جبت اقل كمان 5000 جنيه. فاحنا رايحين دلوقتي وان شاء الله بس نلاقي العربيه. دلوقتي عند سمير ريان، طبعا عربيات ما شاء الله سوق، ربنا يزيد الناس كلها يا رب ويصلح حالنا وحالنا. طبعا زي ما انتم شايفين كميه عملاء تمام، السيلز كتير، لا اداره ما شاء الله ناجحه. وجيت انا كذا مره، يعني انا في الزيرو بحبذ المكان ده، انا ما اعرفش حد هنا خالص، بس الدنيا لذيذه يعني. بتلاقي مثلا الالوان اللي انت عايزها، الفئات اللي انت عايزها، سعر حلو، حاجات كتير تمام. فاحنا هنخش وهطلع معاكم خطوه خطوه. دي التقايل اهي شايفينها، اوديو، مرسيدسات، ميني كوبر، التقايل كلها جوه شايفينها ما شاء الله لا قوه الا بالله. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. خليكم ماشيين، كل ده زيرو، يمكن انا صورت عندهم قبل كده. شايفين؟ تخيل بقى احنا داخلين، الراجل الحاج سمير نفسه بيعمل ايه؟ بيسلم عليك يروح بايس ايدك، يعني كل واحد يخش يسلم عليه. تخيلوا التواضع، تخيلوا متواضع لدرجه ايه. عشان كده النجاح ده كله ما شاء الله لا قوه الا بالله يزيده. يعني حد زي كده، ده اللي عنده عربيتين مكسرين قدام المعرض، ده 3 عربيات ما تعرفش تكلمه في السوق، اللي بيبيع لك 28 بيكلمك بايامه. تخيل انت القوه دي كلها وبيعمل ايه. واحنا جايين بندور على العربيه، بنقعد ندوس على الريموت لحد لما تنور، جايين نتفرج عليها وانا هنا. بصوا العربيات ما شاء الله لا قوه الا بالله، بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله، الله يزيده يا رب. هي دي العربيه دي هنتفرج عليها دلوقتي، خليكم معانا صلوا على النبي. دي العربيه طبعا احنا لسه هنفحص الطوبب بتاع الجنود دي. طوبب الجنود يا حسن، خش في النور، خش في النور. طب خش في النور هنا نبص عليها قبل ما تطلع، عشان لو كده نرجع دي وناخد واحده تاني اهي. طبعا هنفحصها دلوقتي وهنطلع معاها. على فكره في حاجات ايه، ما هو في نور هنا، شوف اللي انت عايز تبص عليها هنا ماشي. في حاجات زي كده ممكن ايه تمام، حاجات تافهه بس بتقرب، بس هي عاديه في العربيات كلها. بصينا على كذا عربيه فيها. طبعا هنتفرج وعلى حاجه نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وخليكم اقفل بقى عشان يغسلوها. حاجه جنود تمام كله تمام، هو ناقص بس الطوبب دي موجوده ورا لسه. طوبب الجنود بيركبوها بعدين، ما موجوده في الشنطه مع شنطه العده. طبعا اتفرجنا على العربيه زيرو، مفيش غلطه، عربيه ما شاء الله. طبعا بتراجع لان في حاجات زي ما انتم فاهمين بتحصل وقلنا عليها واحنا جايين طبعا عشان الناس بس ما تزعلش. هو هنا في مصداقيه، بس ممكن حد يبقى شغال معاه اتعملت منه عشان ما يتعرضش مثلا لقطع عيشه من الشغل ولا حاجه، بيعمل حاجه من غير ما حد يحس. ف دي كانت العربيه، وهنخلص وهنطلع معاكم تاني. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وخليكم معانا. بصوا احنا خلصنا بفضل الله العربيه اهي، شال عليها اللزق. انا جاي شايفينها فين، وجايين يشوفوا بتوع الحمايه هنا، طبقه الحمايه اللزق يعني. اللهم لك الحمد. من هناك لهنا كانوا بياخد ب80، كان بياخد ب 800، خدنا ب 785 تمام. والحمد لله ربنا وفقنا فيها وربنا جعلنا سبب، ويا رب يدي كل اللي عايز. ودي كانت المعاينه بتاعت العربيه اللي انا جبتها لهم بفضل الله من عند سمير ريان. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين التفاعل عشان نشوف احسن واحسن واكتر واكتر. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم.